يلا بينا نعمل كيكة لذيذة بحشوة جديدة. الحشو زي الجوهرة في النص، يعني الشكل يفتح النفس وطعم يفضل في البال، هتكرروها دايما من حلاوتها. نبدأ بمكونات الكيكة. نجيب 3 بيضات أو بيضتين كبار، وهنضيف عليهم الفانيليا بتاعتنا، وبعدين هنضربهم، وبعد كده هنضيف كوباية السكر بالتدريج لغاية لما الخليط يفتح ويزيد في حجمه. بعد كده هنضيف كوباية اللبن ونص كوباية الزيت. معانا كوبايتين من الدقيق بس شايلين منهم معلقتين دقيق وحاطين بدلهم كاكاو خام، هنضيفهم بالتدريج على الخليط. بعد كده هنضيف معلقة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الخل، ونضربهم لغاية لما نوصل للقوام ده. جبنا قالب ودهناه بالزيت والدقيق، وهنحط فيه خليط الكيك وندخله الفرن لمدة نص ساعة، وبعد ما تستوي هنبدأ نخرجها ونفرغها من النص زي ما انتوا شايفين. اما فتات الكيكة اللي انتوا شايفينها دي هنستخدمها في التزيين. نبدأ نحضر الكريم شانتيه. كوباية كريم شانتيه عليهم كوباية لبن متلج و3 معالق من السكر، والسكر هنا طبعا حسب الرغبة. هنضرب لغاية لما نوصل للقوام ده. ده الحشو اللي عملته خلى الكيكة طعمها خرافي، لان الحشوة الاساسية بتتعمل بالنشا. هنحط معلقتين كبار من الجيلاتين، عليهم ربع كوباية مية دافية، ونقلب وهنسيبها على جنب. وعلى نار هادية هنحط نص كوباية لبن يسخن ونضيف عليهم الجيلاتين وهنقلب، وبعد كده هنبدأ نضيف الفانيليا. وخطوة اختياري ممكن تضيفوا السكر. أول ما توصلوا للقوام ده سيبوه يبرد، وبعد كده ابدأوا ضيفوه على الكريم شانتيه ونضربهم كويس، وهو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له. هنفرغه في القمع الحلواني ونبدأ نحط الخليط جوه الكيكة ونسويه بالسباتيولا، وبعد كده نغطيه بفتات الكيك ونضيف الخليط على الجوانب ونسويه كويس. وبعد كده هنحط عليه الفتات الكيك. حطيت طبق على الكيك وقلبته، وبدأت أغطيه بخليط الكريم شانتيه والجيلاتين، وسويته بالسباتيولا ورشيت عليه فتات الكيك، وبدأت أزينها بروزيتات صغيرة على الكيك من فوق، وحطيت عليها فرماسي شوكولاتة علشان يكمل المنظر الحلو. وهي دي كيكة الأميرة التركية القطنية بدون نشا، بحشوة مبتكرة لأول مرة، محدش عملها بالطريقة دي قبل كده. لو عجبتكم قولولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.